بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مع قصة جديدة إن شاء الله كما اعتدنا في كل يوم من قصص الأئمة العظماء، الأئمة الأربعة. وقلنا نحن عم نتكلم إن شاء الله من خلال الأئمة قصص التعايش، عم نرسخ هذا المبدأ. بدي أسألكم سؤال بداية الدرس: هو أول قصة في البشرية عن شو الموضوع اللي كانت تحكي فيه؟ أول قصة في البشرية قابلها مين؟ قصة شو؟ قصة التعايش. قصة أخين الله ضرب لنا المثال فيهم، أخين بس كل واحد طبع وكل واحد مخ وكل واحد فكر، وشلون الأخين اختلافهم عن بعض وعدم قبول لبعض أدى لقتل بعضهم البعض. الله ضرب مثال لنا في القرآن حتى يقولنا انتبهوا لما ربي بيقولنا يا أخواننا الاختلاف سنة كونية. يا أخوان، الله جعل الأب مختلف عن ابنه والزوجة مختلفة عن. احنا آمنا يا أخواننا بهالدروس هي زوجين يصلحوا، آمنا من هالدروس هي أب وابن يتفاهم، آمنا من خلال الدروس هي ترجع المودة في بيوتنا وبحياتنا كلها إن شاء الله. طيب اليوم نحن حنحاول نكمل بإذن الله ما بدأنا فيه المرة الماضية. كنا عم نحكي عن قصة الإمام مالك، اليوم إن شاء الله حنفوت بالقصة بقى، نحكي قصة الإمام مالك، قصة حياته. نبدأ باسمه. اسم الإمام هو اسمه مالك ابن أنس ابن مالك. طبعا بس مو أنس بن مالك الصحابي، قد يظن البعض أنه هو الصحابي أنس بن مالك، لا غيره. مالك ابن أنس أصله من اليمن. أصل الإمام هو بالمدينة ولد وعاش مثل ما قلنا بالمدينة، بس أصل العيلة من اليمن من بني تيم. وبيقول لك هي بني تيم هي نفس عائلة سيدنا أبو بكر الصديق. فالإمام مالك الله يرضى عنه آخذ من سيدنا أبو بكر الصديق، آخذ منه الرحمة. سيدنا أبو بكر أرحم أمتي، يعني أرحم الناس بأمة النبي اللهم صل عليه. بتحس فقه مالك مبني على الرحمة وعلى التيسير للناس، وهذا اللي حكينا عنه المرة الماضية. بتحس الإمام مالك أخذ من أبو بكر، وأخذ كمان من سيدنا عمر بن الخطاب، لأنه نافع ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان أستاذ الإمام مالك، فهو آخذ من سيدنا أبو بكر الصديق التيسير والرحمة، وآخذ من سيدنا عمر المصلحة، لأنه فقه عمر بن الخطاب الله يرضى عنه مبني على مصلحة الناس والفكر البعيد، فجمع الإمام بين التيسير والمصلحة. شوفوا يا أخواننا، اختلاف أبو بكر وعمر أدى إلى ثراء. اختلافي عنك واختلافك عني هذا يعطي، لو نحن فعلناه بما يرضي الله عز وجل يعطي ثراء هذا الاختلاف. طيب بيقول لك مالك قيل انه مالك اصله من الموالي. الموالي يعني عبيد اللي حرر، يعني هو اصله عبد وحرر فصار حر وعاش بالمدينه. قيل هذا وسمي طبعا. هو عاش يا اخواني من سنه 93 من هجره النبي لسنه 185، وقيل لل 179، يعني عاش يا 86 سنه يا 92 سنه على حسب الاختلاف في الروايات. وسمي عالم المدينة، وسمي إمام دار الهجرة من أسمائه. بس لو ثبت يا أخواني فعلا أنه الإمام مالك أصله من العبيد، هي فعلا فيها نقطة عظيمة بالتعايش. كيف العرب قبلت هذا؟ كيف العرب بهذاك الزمن؟ نحن اليوم ودوبنا، يعني نحن اليوم للأسف بتلاقي الأغنياء بوادي والفقراء بوادي ثاني. حيين ايام بيكونوا شارعين جنب بعضهم، شارع غني وشارع فقير، هذا منعزل الشارع عن هذا، ولا كانه جيران من الفقراء للاسف يعني. طيب الامام مالك شلون كان؟ فبيقول لك هو اصله قد يكون من الموالي، وهي فيها نقطه تعايش عظيم. طبعا الاسلام لما جاء يا اخواني هالامور هي كلها دوبها القران والايات. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، والقرآن جاء بها النصوص هي، فلذلك ثابت هالأمور هي. والغريب يا أخواني إنه القرآن حرر العبيد. بس كيف حرر العبيد؟ قال بأسلوب غاية في الذكاء. منهج تحرير العبيد في القرآن
كان مبدع. كان ممكن القرآن يقول العبيد خلاص مثلا حرام، ما عاد حدا لازم. بس لو صار هيك كان حيصير أزمة في العالم، لأنه اقتصاد العالم بهذا الزمن مبني على العبيد. يعني واحد عنده 100 عبد ثروة، تيجي تقول له خلاص ما في عبيد، حيصير مشكلة بتوازن المال بالعالم. طيب شو عمل القرآن؟ فالقرآن اجى باسلوب ذكي جدا، قال شيء اسمه تضييق المدخل وتوسيع المخرج. شلون يعني؟ يعني الدخول للعبودية صعب جدا، بس الخروج من العبودية بيقول لك. فكل واحد بيعمل مشكلة، الحل شو؟ تحرير رقبة. وبتقرأ الآيات بقى بالقرآن، فلان فطر تحرير رقبة، فلان صار معه كذا تحرير رقبة، هيك 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 لحد ما جاء عهد سيدنا محمد الفاتح وأعلن انتهى زمن العبيد. بس كيف انتهى؟ بترتيب، وانتهى بنظام ربي جعله في حياتنا. طيب بيقول لك أبونا مالك بن أنس، أبونا سيدنا مالك كان يعمل بالنبال، يشتغل بالأسلحة بالنبال هي اللي بيصنعوها. وكمان هي فيها نقطة بالتعايشات. المجتمع بالمدينة المنورة قبل إنه واحد بسيط هيك، يعني صاحب مهنة بسيطة. وعلى فكرة أبوه عالم كان، وجده عالم. جده الإمام مالك كان من العلماء. طيب ممكن اليوم نحن يا إخواننا هالحساسيات الموجودة تدوب بيناتنا، وشبابنا تفهم تتعايش مع غيرها، ونتعلم من الإمام مالك. الإمام مالك له أكثر من ولد، له 3 صبيان وبنت، 3 أولاد وبنت. البنت اسمها فاطمة، والصبيان اسمهم يحيى ومحمد وعبد الله، 3. بس بيقول لك البنت هي نسخة أبوها، فاطمة هي يعني. وبيقول لك كانوا لما يجلس يعطي درسه الإمام مالك تقعد أثم منه، أثل خدت جدار أو خشب أو شيء، فلما يخطئ اللي عم يقرأ بالكتاب تقوم تطرق، فيفهم الإمام مالك إنه في خطأ، فيقول له عيد، لأنه هي حافظة الموضوع، حافظة كتاب مالك كله عن ظهر قلب. تخيل. بيقول لك بس أولاده مو مثل، أو بالأحرى خصوصي ابنه الكبير يحيى اسمه، يعني هو مو مثل إخواته، مثل شلون لما حكينا عن بدايات الإمام مالك، هو حطه للعب بس. اللي معقول ابنه الإمام مالك هيك حطه بس للعب ويضيع وقته. حتى الإمام مالك ما كان رضيان عنه، ولا عن طريقة لبسه، ولا عن طريقة، يعني تماما مثل ما عم نحكي اليوم شلون الآباء اليوم هيك بتلاقي عندهم مشكلة مع الأبناء، ونفس بيقول لك مثلا تصريحة الشباب اليوم نفس الوضع. بيقول لك بس مالك عرف يتعامل مع أبنه، حيتعامل مثل ما أمه وأبوه تعاملوا معه، أبدا ما حيعنف ويجيب القسوة ويجي بالخناق، فما حيستفيد شيء. فبيقول لك مالك بس هو بنفس الوقت يا إخواني كان محروق من جوا. يعني هو بتحس من كلامه، مرة قال لهم إنما الأدب أدب الله. تحس مالك شلون من جوا محروق قلبه، يعني هذه ابنتي وهذا ابني. يعني شوفوا كأنه عم يقول لهم شوفوا الفرق، هي أنا ربيت الاثنين وتعبت على الاثنين، بس هي غير هو، كل واحد طريقة، كل واحد فكر. فبيقول لك، بيقول لعل الله يصلحه. بكي الله، على فكرة ما صارت بعد ما مات مالك، يعني بالمهم ما بيهمنا. بس بيقول لك الإمام مالك رضي الله عنه من سعة اطلاع وسعة معاشرته لمن حوله من العلماء عصره، بيقول لك كان منفتح الإمام. يعني مثلا لذلك بيقول لك والله، هو يقول والله لقد كابدت العلم. شو يعني؟ تعبت. والله لقد كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. أنا مو بالسهل صرت هيك، أنا تعبت على حالي. هيك عم يقول الإمام مالك، لقد كابدت نفسي 40 سنة. بالمناسبة هي الكلمة فيها رسالة للشباب. شو هي؟ كثير من الشباب بتلاقيه بده ينجح، بس شلون؟ بخلطة سحرية. بده يصير شغلة كبيرة بهالدنيا، بس بشربة مي. خلاص أنا بشرب حبين وبصير. لا يا سيدي، النجاح بالتدريج. النجاح بحياتك وتفوقك وتميزك ويكون لك شأن إن شاء الله في المستقبل، خطوة خطوة، ما يأتي فجأة. وتعلم من الإمام، هو عم يقول 40 سنة 40 سنة كابت، يعني تعب لحد ما وصل وصار الإمام مالك. من أول أساتذة الإمام مالك اللي تدرب عندهم وتدرس عندهم الإمام مالك اسمه ربيعة. طبعا هذا اللي أمه قالت له اذهب إلى ربيعة وتعلم أدبه قبل علمه. طيب ليش ربيعة بالذات؟ قال لأنه ربيعة هذا، شوف الأم الذكية، الربيعة هذا مثال عن العالم
المتأدب، كثير بيهمه طريقة لبسه، لبس طلاب العلم، طريقة جلسته بالمجلس، طريقة كلامه مع فالأم بدها تعلم ابنها من هالنمط هذا. خلي أول أستاذ يتلمذ عنده من هالنوع هذا. ومن أساتذته كمان عالم من علماء المدينة اسمه ابن هرمز. ابن هرمز هذا بيقول لك جلس معه الإمام مالك 6 سنوات، يقول لا أخلطه بغيره. 6 سنين ما عم بحضر كان عند ابن هرمز هذا. طيب شو ابن هرمز هذا؟ ابن هرمز كان له درسين، وهي العلماء بهذاك الزمن هيك كانوا. فبيقول لك درس عام لكل المسلمين او كل الناس، ودرس خاص هذا بيطلع علماء. فبيقول مالك انا ما اكتفيت بالدرس العام، بدي اخذ علم ابن هرمز. بيقول فكنت اقف على باب ابن هرمز، يروح من الصبح فجر بكير يوقف وين؟ على باب بيته للعالم ابن هرمز. ابقى في الساعات ما يسترجي الباب من خوفه يزعجه ومن خوفه يضايقه، ما بس يوقف على الباب. بيقول حتى يعني شلون ابن هرمز يحس، يعني يشعر ابن هرمز يحس انه يمكن هو مالك يطرق هيك، يعمل له صوت على الباب، فيحس فيقول للجاريه من في الباب، شوفي مين في بالباب. فتفتح الجاريه فتقول له الاشقر. مين الاشقر؟ ما هو الامام مالك اللي قلت لكم كان شعره اشقر وعيونه زرق، يعني شغله الله يرضى عنه. فبيقول لك اذا فلما يقول الاشقر فإلا ادخلي، شوف شو بده. فيفوت مالك، فهو فايت يقوم هيك يقول للجاريه، يقوم جايب معه هيك كم شغله، كم اكله طيبه، يعني بيقولوا الشباب اليوم اكله حلوه، يعني هيك يقوم عاطيها لمين؟ يعني هو من صغره هيك حربوه الله يرضى عنه، فمعطيها لمين؟ للجاريه. ويقول لها اذا اتى احد من الصبيان، لو حدا من بدهم يجوا بده يتعلموا عند الامام، اذا اتى قولي لهم الامام مشغول. يعني خلص خليني انا انفرد بالامام لحالي واتعلم منه، وانت دبري امورك، وهي يعني ضبطي الوضع انت من عندك، طعمي الاولاد مشيهم، المهم ما تفوتيهم علي. متخيل؟ شايفين الشباب بده يتعلم شلون؟ اللي بده يتعلم ما بده عفوا منكم 100 امر و100 كلمه، لا من حاله هو اللي بده. فبيقول لما يفوت عليه ابن هرمز، يفوت مالك عليه، يقول جاء العالم، شاب صغير يا شباب بس، ويقول له مره، يقول له انت اليوم، عم يحاكي استاذه، انت اليوم مليكا، يعني هيك عم يظهره، مو مالك، مليك صغير، انت اليوم مليكا ولكنك ستصير مالكا. انا عرفان مستقبلك باهر يا مالك، وإلك شأن كبير مبين من عيونك. سبحان الله، الشاب اللي له هيك مبين. ولكنك ستصير مالكا، فيا مالك اتق الله إن ملكت. الله أكبر، شو الكلمة هي؟ بتدلك على شخصية ابن هرمز. فيا مالك اتق الله إن ملكت. على فكرة كان عمره 13 سنة لما هالكلام نقل له للإمام مالك، شاب صغير، شو 13 سنة يعني؟ اليوم عم يلعب بالحارة للأسف، قاعد على البلاي ستيشن. فهو بيقول لك لما كبر ابن هرمز فقد بصره. فبيقول لك مالك كان هو وظيفته، مالك لما كبر استاذه ياخذ استاذه ويجيبه على الصلاة، ما يرضى الا هو. شايفين يا شباب؟ بده ياخذ، وبيقول لك بالطريق يسمع منه الحديث، حديث النبي اللهم صل عليه. فبياخذه ويجيبه، ياخذه ويجيبه. معقول الحب للعلم هيك والرغبه فيه؟ الله يرضى. لذلك كان مالك فبيقول لك بيقول لك ابن هرمز لم يجب لما كبر، فما صار يسالوه كثير الناس، ما يجاوبون، يقول لهم ما يرضى يجاوب. فلما يسالوا مالك يجاوبوا، فالناس شو تنغاظ، يعني نحن عم نسالك ما ترد علينا، مالك يسالك سؤال تجاوبه، طيب ليش عم تجاوب مالك ما عم تجاوبنا لنا؟ فيقول لهم انا اليوم ضعف بدني، جسمي شو صار فيه؟ تعب، واخشى ان يضعف عقلي مثل بدني. انا خايف يكون انسى كذا يضعف، انا كبرت لانه مثل بدني. فاما انتم اذا سالتموني واجبتكم اخذتم ما اقول لكم، يعني مسلمين مغمضين خلاص، ما أن هيك ابن هرمز ناخذ من شيء. واما مالك فلا. وصلت يا شباب؟ مالك بيقول لك يسمع مني، اول يسمع الكلام، فان سمعه وعقله اخذه. الله اكبر. شايفين يا شباب؟ ابدا التعايش
نحن عم نحكي تعايش الآباء مع الأبناء وتعايش الطلبة مع المدرسين، بس أبدا التعايش مو يعني الذوبان. مالك محتفظ بشخصيته وبفكره، ورغم هيك شوف أدبه. فبيقول هو حتى قال له يعني مثال، انت كتير لك رفقات، اللي قام بلا والله انا لي رفقات كتير بالمدرسه وبالحاره ومدري شو، بس مو كل الرفقات على سويه واحده من العلم والاخلاق والادب والفهم. طيب شو انت اتعايش مع الكل، بس المفروض شو ما تذوب مع الكل. انت الك مبادئك والك اخلاقك والك اصول بدينك ما بتتنازل عنها. فاذا شفت الغلط اوعك. مالك ما كان ابدا من هالنوع، مالك ما كان يذوب، كان له شخصيته وكان متميز. والله الشباب كلها هيك، فانا يلا بدي بحجه بدي اهديهم او بحجه بدي كذا فضعت معهم. لا، مالك ما كان هيك. طيب فبيكمل فبيقول لك من اساتذته ايضا نافع مولى عبد الله. شوف كلمه مولى، يعني هو عبد كمان. نافع مولى عبد الله بن عمر. هذا نافع يا شباب اخذ كل فقه عمر بن الخطاب. يعني فقه عمر اجى لعمر لعبد الله ابنه، ومن عبد الله ابن عمر لنافع. هذا هو نافع صاحب القراءة المشهورة، قراءة نافع. فهو عالم كبير في المدينة كان ومشهور. فبيقول لك المالك كان ما يتركه، ويقول كنت أمشي في الحر، أطلع بحر المدينة حتى ما يكون بيني وبين بيته أي ظل، وقف بالشمس، فأبقى على باب نافع، وقف حتى اسمعوا يا شباب. وشوف بقى يا ترى أنت فعلا تعشق العلم. فبيقول لك فأبقى حتى يخرج فلا أعترض له، بتركه ما بيجي لعنده. يقول وأنظر من بعيد، واقف من بعيد وعم يراقب نافع هذا. يقول أقول هل قسمات وجهه مستريحة؟ يا ترى مبسوط هو اليوم، مروق ولا طالع مع الصيف؟ متخيلين يا شباب؟ على فكرة هذا فن بالتعايش، كيف تتقرب من الأستاذ وتأخذ منه اللي عنده، لأنه الأساتذة مختلفة بطباعه مزبوط، كل أستاذ له طبع. فبيقول لك فأنتظر وأراقبه ساعة، واقف من بعيد. شو يقول؟ حتى يبتسم. مين؟ نافع. فلما يبتسم لشيء فأذهب إليه وكأني لقيته الآن، يعني كأنه أنا ما شفته عم بنتظره، كأني هيك صدفة هيك شفته. فلما أراه أسلم عليه ثم أتركه. مو والله ضل واقف كمان، وحدة أنت بدك تاخذ علم، فبدك تطول بالك وتصبر. لكن الشغلة هيك والله أنا بدي أتعلم لا. شوف مالك، شوف أدب مالك. يقول ثم أتركه. على فكرة هذا الكلام عند الأساتذة والعلماء والمشاهير، كل مشاهير الدنيا، لأنه هو هدول الناس ما بيقدروا يعاملوا 100 واحد، يعني هن ما بيقدروا فهمتوا شو قصدي؟ فهن بيدوروا على مين؟ على اللي محروق. مين بيعطي اللي فعلا هذا بده العلم، هذا اللي جاي بحرقك بغيره يعني. فشلون تتقرب منه وبتاخذ بدك؟ هو بداية بتكون هيك على فكرة، مثل ما عمل مالك، بتكون صحبة وبعدين بتتطور الصحبة بصير تلميذ، وغالبا بيتطور من تلميذ بيشتغل معه بعدين، وبعد ما يشتغل معه بصير هو أستاذه. هي الدنيا هيك، تعرف تعيش هيك وتتعايش مع أساتذتك هيك. فالمهم فبيقول لك فشوفوا التعايش، نحن ماشيين بالتعايش بين الآباء والأبناء، والتعايش بين الأساتذة، والتعايش مع المجتمع من حولك. يقول مالك ثم أسأله، لما هيك برجع لعنده بقى بعد ما حس هيك، ثم أسأله أقال عبد الله بن عمر كذا وكذا؟ بزدت له سؤال هيك يلفت انتباه. فبيقول فينظر إليه نافع، سؤال يعني مبين سؤال طالع من مين؟ من واحد مجتهد. فيلتفت إليه ويقول تعال عندي في البيت. خلاص علي تعال عندي على البيت بحكي لك وفهمك إن شاء الله. يقول فأخذت يقول مالك فأخذت كل فقه عبد الله بن عمر بن الخطاب. وصل، بس شلون؟ بدها حنكة وبدها تعايش. على فكرة عمر بن الخطاب، أنا قلت لكم عمر بن الخطاب هذا فقهه مبني على المصلحة. أنتم تتذكروا لما سيدنا أبو بكر الصديق يوم ما قتل مجموعة كبيرة من القراء اللي كانوا حافظين القرآن، فخاف الصحابة على ضياع القرآن، وأجاء سيدنا عمر وقال له للسيد أبو بكر
اجمع القرآن في صحيفة واحدة. قال له كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال له هو خير يا أمير وكان وقتها الخليفة سيدنا أبو بكر. قال له ما أفعل شيء لم يفعله رسول الله. شوف حرص الصحابة. فبيقول لك بتحس من فقه عمر شو المصلحة. وبيقول لك مرة القصة اللي حدثت إنه لما كان بعهد عمر بن الخطاب يعطى الأبناء دخل مثل يعني إعانة شهرية. كل مولود مسلم له راتب، شلون بالغرب اليوم له راتب من الدولة، هي الدولة بتعطيها. فبيقول لك الراتب إمتى بياخذوه عادة؟ بعد الفطام. فحس عمر إنه النسوان صارت تفطم أولادها بكير. ليه؟ مشان ياخذوا الرزق، ياخذوا الراتب اللي عم تعطيه الدولة. فعمر قرر انه لا، بيكون الراتب من الميلاد مو من الفطام. بتحس فقه عمر بن الخطاب شو مبني على مصلحة الناس. مزبوط. وهذا اللي اخذه كله مالك عن طريق عبد الله وعن طريق نافع. يقول مالك اخذ، على فكرة اخذ فقه 4 اجيال. عمر وعبد الله بن عمر ونافع، وهو نقل وعمل مذهب بقى ونقل اللي بعده. متخيل الامام مالك وعظمة الامام مالك؟ طيب، فبيقول لك يوم من الايام ينتقل مالك لعند الاستاذ، له استاذ ثاني اسمه ابن الاشهب. ابن الاشهب هذا استاذ نوعه ما بيحب يعيد الكلام مرتين. تعرفون انه من الاساتذه انا بحكي خلاص ركز معي، ما بعيد، ما بيحب هيك يعيد الكلمه. فبيقول لك اجى مالك لعنده مره وجلس في مجلسه فقرأ ابن الاشهب هذا 30 حديث عن النبي، اللهم صل عليه، يعني ثروه. جاب لهم جمع لهم وعطاهم 30 حديث. فمالك وهو عم يسمع وما كان معه ورقه وقلم، خايف شو يروحوا الاحاديث. فبيقول لك من تركيزه وبنفس الوقت خايف يروحوا. فشو بده يعمل؟ فلقى خيط بالارض فسحب الخيط وصار كل ما يقول مركز مع مالك، مع ابن الاشهب، كل ما يقول حديث شو يعمل عقده. يرد يقول حديث ثاني مركز عم يحفظ، يعمل عقده. متخيل ذاكرة الإمام مالك ونهمه على العلم. يعقد عقدة والعقدة، بعدين بيقول لك بعد شوي مشي بقى، راح ابن الأشهب. فإجا بقى يقول فأعدت الأحاديث، فعديت العقد فطلعوا 30 عقدة، سمعت الأحاديث عم طلعوا 29. فشو؟ فرايح حديث. يقول فعدت إليه خايف منه، يعني شو بده يقول له؟ يقول أعد علي ما قلت بالأمس. قال له ألم تسمع الحديث؟ أنت ما سمعت؟ وين كنت أنت؟ وين عقلك؟ قال له قال حفظت 29، يعني حفظت 29 حديث وأنت قلت 30. أنت قلت 30 حديث. طيب شو بدي أعمل؟ قال له ابن الأشهب لقد ضاع الحفظ في هذا الزمان. شو بده يحكي اليوم ابن الأشهب؟ ما يشوف اليوم العقول اللي مسكرة نهائيا. لقد ضاع الحفظ في هذا الزمان. قال له فقلت والله، يقول مالك والله لن أنسى كلمة بعد اليوم، يعني وبقي على هالحال. فبيقول لك بده ياخذ الحديث. فرحت إليه في يوم العيد. يوم العيد قاعد ما عنده درس، معيد الإمام. فقام راح لعنده بالعيد فطرقت عليه فقال ما لك يا مالك؟ قال جئت إليك أتعلم العلم. قال له في يوم العيد جاي ما بتعرف إنه ما في حدا؟ قال وأنا جئت لأني أعلم لا يوجد أحد، أنا عرفان إنه أنت ما بيكون عندك حدا بهالوقت هذا. فانبسط منه. قال له ادخل. فدخل مالك الله يرضى عنه. فلما دخل فسأله قال له ماذا تأكل؟ قال له لم آتي لآكل، أنا جاي أكل، أنا جاي أتعلم، أنا أكل العلم، أنا جاي، أنا بدك طعميني علم، أنا ما أتيت لآكل. فانبسط منه ابن الأشهب وقال له سأعطيك 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحأشرح لك إياها كمان، يعني مو بس هيك، هعطيك 20 حديث وأعطيك شرحها وأسباب نزولها. فبيقول لك أو مو نزولها، أسباب فقه الحديث يعني. فبيقول لك فصار ابن الأشهب بيقول له ألا تكتب؟ قال له لن أكتب بعد اليوم، خلص أنا حافظ، لسه بدي أوقع بنفس الفخ مرة ثانية، حافظ كل شيء قلته. قام رد عليه ابن الأشهب وقال له أنت وعاء امتلأ علما. هذا عالم عصره يا شباب. يقول عن مين؟ عن الإمام مالك. على فكرة مالك له مدرسين ثانيين، من ضمن مدرسينه واحدة امرأة اسمها عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص. سيدنا سعد ابن أبي وقاص اللي فتح القادسية، بنته كانت من فقهاء المدينة. فبيقول لك طيب بصير، بس سؤال بالله، بصير أنا أتعلم من مرة؟ شو المشكلة؟ شو المانع إني أنا أتعلم من واحدة مرة؟ طالما بالأدب وبالاحترام وبالحشم ما في مشكلة. مزبوط؟
فبيقول لك مين اللي قال له عليها؟ استاذه ابن الاشهر. قال له الا ادلك على وعاء من اوعيه العلم، دلك على بالمدينه؟ قال له نعم. قال له عائشه، اذهب اليها، عائشه بنت سعد بن ابي وقاص. فذهب اليها وتعلم منها. تخيلين يا شباب، متخيلين يا بنات الزمن هداك اللي فيه السيده عائشه فقيهه بهداك الزمن. للاسف اليوم غريب بتلاقي البنات بالبكالوريا بيطلعوا مجمعين التوب. طيب بعد البكالوريا وين بيروحوا؟ وين المجموع اللي طلع اللي بيدرسوا اكثر من الشباب؟ طيب وين التعب؟ المهم، فبيقول لك من اساتذته ايضا جعفر الصادق امام الائمه، واليه بالمناسبه ينسب فقه الشيعه. يعني كل شيء فقه عند الشيعه اليوم من مين؟ من جعفر الصادق. انتم بتستغربوا انه ممكن واحد من ائمه السنه يتتلمذ على واحد من ائمه الشيعه؟ هو ما بخفي عليكم بهداك الوقت ما كان هالخلاف لسه، يعني ما كان موجود هالصراع الموجود اليوم للاسف. بس بدي اقول لك شغله، جعفر الصادق هذا الله يرضى عنه من آل بيت النبي اللهم صل عليه، وهو حفيد سيدنا علي بن ابي طالب، كان يقول انا افتخر بان جدي ابو بكر الصديق. ابدا اوعكم يتشوه الكلام بذا. انا افتخر، وبيقول كمان وافتخر بحب علي لعمر بن الخطاب. هذا جعفر يقول هالكلام. طيب وبيقول لك كمان ولدني ابو بكر مرتين، لانه هو امه لجعفر الصادق حفيده ابو بكر الصديق، او سته حفيده ابو بكر الصديق، فهو سته من بيت ابو بكر وامه من بيت ابو بكر، فلذلك بيقول ولدني ابو بكر مرتين. طيب نرجع بنكمل. فبيقول لك اخذ الامام مالك علم الشيعه، واخذ علم المراه، واخذ علم عمر بن الخطاب، واخذ علم عبد الله، جمع كل العلوم هي. لذلك يقول مالك لم افتي حتى شهد لي 70 من علماء المدينه كلهم قالوا هذا يفتي. كان عمره قديش؟ 17 سنه لما جلس للافتاء. وشوفوا كمان بالمناسبه تعايش علماء المدينة مع الشباب بهداك الزمن، إنه يرضوا يحطوا شاب عمره 17 سنة يفتي الناس. يعني للأسف اليوم إذا واحد شاف ولد بالجامع تلاقي بدوش بيوصل مخه، بيطق مخه إنه ولد بالجامع، أو ركض له شوي الولد، غريب. طيب شوف الأئمة بهداك الزمن. طيب المهم كمل. فبيقول لك المالك هذا ظل على هذا بس ما معين للإفتاء، فجأة طبعا خضع لاختبارات، خضع. وبيقول لك آخر اختبار خضع له سؤال، بقى سألوه سؤال، حقلكم السؤال، سؤال لطيف جدا. شو السؤال اللي اختبروه فيه للإمام مالك وهو كان خاتمة الاختبارات؟ سؤال أكيد بالفقه، ما لا مو بالفقه، لكن سؤال بشو؟ سؤال بالحياة، بشؤون الناس. لأنه نحن حكينا الفقيه لازم يكون قريب من مشاكل الناس، بده يفتي للناس لازم يكون عنده علم بمشاكل الشباب ومشاكل الناس الموجودة في المجتمع. فبيقولوا له السؤال، شو السؤال؟ قالوا له من هو، السؤال موجه لمالك، من هو أسفل الناس؟ فسكت مالك للحظة ثم قال أسفل الناس من يأكل بدينه، ببيع دينه بفتاوى غلط أو بخبص. فهمتوا شو قصدي؟ ما مثل هدول للأسف اليوم بيطلع على الراديو بزت وبيحكي ما عنده علم، هيك بس حط زت حكي. قال له أسفل الناس من يأكل بدينه. قال له طيب ما دليلك؟ قال له قول الله عز وجل لما عاتب ربي قريش وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الخطاب موجه لقبيلة قريش، أنتم بتعرفوا محمد صادق، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فقام قالوا له سؤال ثاني بقى، من أسفل منه؟ مين أسفل من الأولاني؟ قام سكت مالك وقال لهم من يأكل لغيره بدينه. طيب هذاك أكل بدينه لنفسه، طيب هذا مو لنفسه حتى يعني باع دينه لواحد ثاني مشان كرسي واحد ثاني والعياذ بالله. طيب فبهم بيقول لك فلما سمعوا الإجابة منه هيك